السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كان سبق لي في المولد النبوي الشريف درت لهم طمينة القفرات، عجبتهم بزاف وطلبوا مني الوصفة. اليوم جيت نديرها معكم. أول حاجة نحتاجوها واللي هي الزبدة. جبت كسرونة حطيت فيها 300 غرام زبدة، خليتها تغلى مليح حتى يروح لها داك الحليب والماء اللي فيها، باش من بعد يبقوا لكم المواد الجافة يعني كيما هما. بعد زدت عليها 2 مغارف كبار نتاع شوكولاتة الطلي، نخلطهم مليح حتى تذوب لي ديك الشوكولا. من بعد زدت عليها كاس نتاع 240 مليلتر كنت كيلته كاوكاو، حمصته من قبل ومن بعد طحنته، نخليهم بجهه. ومن بعد نروحوا للقفرات. بالنسبه للقفرات اللي استخدمتها والبنينه هي دوبل ميكس، فتتها درت قيس 2 كيسان بنفس الكاس اللي كيلت به الكاوكاو. ومن بعد نزيد هنايا قيس 5000 حلوه الترك حتى هي نفتتها. وفي الاخير نزيد 2 كيسان تاع فرينه كنت من قبل حمصتها، خليتها بردت ومن بعد غربلتها. الفرينه لازم تتغربل باش ما يبقاوش فيها حبيبات. نخلطهم مليح بهذه الطريقه، نخلطوا هذيك الزبده ومن بعد نزيدوها المواد الجافه. هنا على قلت لكم لازمكم تغلوا الزبده مليح باش يبقوا لكم المواد الجافه كيما هما، قصدي الكاوكاو والقفرات باش ما يبقوا لكمش هكا طريين. بالنسبه للقفرات كي تغلوا الزبده مليح تبقى لكم مقرمشه. انا قالت لي شحال من يوم هكاك مقرمشه. هنا نخلطهم ونخليهم واحد الساعه ومن بعد نعاود نحطهم في الطباسه. بالنسبه للبنات اللي يبغوا يديروها للنفاس ضاعفوا المقادير. وهنا اذا بردت لكم ديروها في الميكرو اوند وما تخافوش عليها، خلطوها تعاود تولي لكم كيما هي. والبنات اللي ما عندهمش ميكرو اوند تنجبوا تحطوها في الطباسه ومن بعد تعاودوا تحموها في حمام مريم اذا بردت لكم. هذه هي بعد ما فات ساعه. الطريقه نتاعها كيما شفتوا سهله بزاف، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها.